ايه رأيكم نعمل الكفتة اللي بتتخطف خطف واحنا بنحمرها وبيخلص نصها من قبل ما تنزل في الصلصة؟ كفتة الرز المصرية الأصيلة. جدتي الله يرحمها كانت أحسن واحدة في العالم تعمل كفتة الرز. هقول لكم كل التفاصيل اللي تخليها ناجحة معاكم. كتير قوي بيخافوا يعملوها في البيت، بيفتكروا ان هي صعبة وبتاخد غلبة وكده. بس يعني هي تفاصيل بسيطة كده ناخد بالنا منها واحنا شغالين، سواء بقى عندنا كبة مفرمة او حتى خلاط. هنقول ايه هي قطعية اللحمة المظبوطة ونسبة الرز للحمة، كل التفاصيل دي. حتى لو هنستعمل دقيق رز هقول لكم برضو ايه هو النوع المظبوط اللي نختاره. هتطلع مظبوطة بالملي، وعمرها ابدا ما هتفك منكم في الصلصة. زي ما انتوا شايفين كده كفتة رز قمر. المقادير اللي هشتغل بيها النهارده: الكيلو من اللحمه، طبعا تقدروا تعملوا نص المقدار ده او تضعفوه زي ما تحبوا. علشان الكفته عمرها ما تفك منكم، اول حاجه نختار القطعيه حمرا زي ما انتوا شايفين، ما فيهاش دهون خالص. اللحمه بتاعتنا تكون كندوز، يعني مش لحمه صغيره في السن. احسن قطعيه بصراحه هي وش الفخده، القطعيه دي بالانجليزي اسمها التوب سايد. وممكن كمان لحمه الرقبه بتكون ممتازه، تقدروا تستعملوا اللحمه الجملي او لحمه بقري. بصراحة ما بجيبش اللحمة المفرومة الجاهزة، بقطع القطعية واخلي الجزار يفرمها لي مرتين على الوش الناعم. كيلو اللحمة ممكن ياخد من نص كيلو لحد كيلو من الرز المصري، يعني من كوبايتين ونص لحد 5 كوبايات، الكوبايات اللي هي بتاعت الشاي دي. وزن كل واحدة فيهم 200 جرام. نسبة الرز للحمة دي مدارس، على حسب ذوقكم وعلى حسب إمكانياتكم. بالنسبة لي شخصيا بحط لكل كيلو من اللحمة 600 جرام من الرز المصري، يعني تقريبا 3 أكواب. بحس كده ان هي طعمها متوازن. هناخد الرز ونغسله كويس قوي، وبعدين ننقعه لمدة ساعة، نصفيه برضو من المية ونفرده على فوطة مطبخ. الكفتة دي ليها طقوس خاصة، لما بنكون ناويين نعملها نغسل الرز وننشفه من بالليل لتاني يوم. يفضل لو نحط كده تحت الفوطة راك علشان يسهل من ان هو ينشف اسرع يعني. ولو الجو برد بغير الفوطة وبحط كده الرز بتاعي جنب دفاية عشان ينشف اسرع. لو عندنا مفرمة لحمة قوية مفيش داعي ان احنا ننشف الرز، كفاية جدا ان احنا ننقعه ونصفيه كويس. من غير ما نطحنه المفرمة هتقوم بالواجب وزيادة. طبعا لو مفيش مفرمة لحمة لازم نطحن الرز كويس جدا في اي مطحنة بن او بهارات عندنا. ما نملاش المطحنة للآخر، يعني نسيب تلت كده فاضي علشان تطحنها كويس، وكل وقت والتاني نوقف يعني نفضلش نطحنها باستمرار كده علشان ما تتحرقش. اطحنوه كده بذمة وضمير، بعد ما يتطحن نقوم واخدين مصفى تكون مش ضيقة قوي وننخله علشان ناخد الناعم، والجزء الخشن ده هنسيبه لبعدين. لو ضامنين نظافة الرز ممكن نطحنه مباشرة من غير ما نغسله وننقعه. الرز اللي هو بتاع الشركات المعبأ ده عادة بيكون نظيف، بس أنا بلاحظ إن لما بننقع الرز ونغسله كده وننشفه بيكون طحنه أسهل بكتير. بعد ما بنكون بقى حوشنا الرز الخشن ده بنرجعه تاني في المطحنة ونطحنه كويس، وده بيكون شكله بعد ما طحنا كل المقدار. الناس بقى اللي ملهاش بال لكل الخطوات دي هنختار دقيق الرز اللي بيتباع في السوبر ماركت. بس خلوا بالكم في نوعين: نوع بيبقى مطحون ناعم قوي زي الدقيق ده مش هنستخدمه. ندور على النوع اللي بيبقى مطحون خشن سنة، اللي هو جراوند رايس. ده بيبقى ممتاز وبيدينا نتيجة قريبة من اللي احنا بنطحنه في البيت. مش عارفة لو حد فيكو زيي ولا لأ، بس أنا ما بستطعمهاش غير وأنا طحن الرز بنفسي. علشان الكفتة تفضل متماسكة مهم جدا ما يكونش فيها مية كتير، علشان كده لازم نتخلص من العيدان ونحتفظ بالأوراق بس. كمية الخضرة المناسبة جدا لكيلو من اللحمة هي ربطة كبيرة من الشبت وربطة كبيرة من الكزبرة. الربط كبيرة بالحجم اللي انتوا شايفينه ده، وكمان شوية صغيرين من البقدونس يعني، بس هو الأساس الكزبرة الخضرة والشبت. بنغسلهم كويس وبعدين ننقعهم في المية بالشكل اللي انتوا شايفينه ده بيخلي اي تراب ينزل تحت. نرفعه بالراحة كده خالص، وبعدين هحطه في مصفى واسيبه يتصفى كويس جدا وينزل كل المية الزيادة. عادة بحضر الرز والخضرة من قبلها بليلة. لقيت كام عود هربانين مني فشلتهم، وبعدين علشان اضمن ان هم نشفوا كويس قوي ببرمهم كده في فوطة. هسيبهم بقى يباتوا لتاني يوم لاني هعمل الكفتة الصبح. الأكلات اللي فيها خطوات كتير لو قسمتوها على كذا يوم مش هتحسوا خالص بأي تعب. بقطع الخضرة عشوائي كده وافرمها في الكب. لازم تفرموها فرم ناعم قوي قوي على قد ما تقدروا، دي شكل الكمية بعد ما فرمتها كلها. كيلو اللحمة هياخد بصلتين صغيرين أو واحدة كبيرة، ما تكتروش من البصل علشان بيبقى فيه مية كتير ممكن تخلي الكفتة تفك. بنقطعه كده تقطيع عشوائي، ومعايا كمان راس توم صغيرة، يعني يقولوا كده في حدود من 6 ل8 فصوص من التوم. ما بكترش عن كده، بس طبعا ده حاجة راجعة لذوقكم. بهرسه كده بالهرسة عشان يبقى ناعم، وهاخد البصل والتوم وافرمهم في الكبة كويس جدا. لو هتستخدموا الخلاط لازم يبقى قوي، وبنزود مع الخضرة والبصل شوية مية صغيرين حبة بحبة كده علشان أسهل من حركتهم والخلاط ما يتحرقش.
في طبق أو بولة كبيرة هزود الخضرة بقى والبصل والثوم مع اللحمة والرز اللي احنا طحناه. علشان طعم الكفتة يبان مش لازم نكتر بهارات، كل اللي هنستعمله معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة من الكزبرة الناشفة، ومعلقتين صغيرين من الكمون، نص معلقة صغيرة من الكباب الصيني اللي هي البهار الحلو، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، شطة بقى على حسب رغبتكم بس أنا شخصيا بحبها، ورشة صغيرة كده من النعناع المجفف بتدي طعم حلو قوي للكفتة عموما يعني. شمرت كمي سميت الله وهدي المكونات دي عجنة كويسة. كل اللي أنا عايزاه في المرحلة دي إن أنا أخلط كل المكونات وتتجانس كويس قوي مع بعض. في الحقيقة مش لازم يبقى عندنا كبة ولا مفرمة علشان نعمل كفتة رز حلوة، زمان كانوا جداتنا بيعملوها بالهون ويدقوها وتبقى ممتازة عمرها ما كانت بتفك أبدا. السر كله هو في عجن الكفتة، لازم تتعجن كويس جدا لحد ما نسيج الكفتة يبقى مسمغ ومتماسك زي ما هوريكم كمان شوية. عجينة الكفتة في المرحلة دي مفرولة ومفتفتة زي ما انتوا شايفين، لازم نفرمها كذا مرة سواء بقى في الكبة أو في المفرمة بتاعة اللحمة كذا وش لحد لما تنعم خالص. طبعا مش بحط كل العجينة مرة واحدة في الكبة، لا بحط على قد ما الكبة بتاخد ويبقى فيه شوية مساحة علشان تتفرم كويس. لو بتستخدموا الخلاط واضطرينا طبعا نزود مية علشان نفرم الخضرة والبصل، يبقى في الحالة دي هنزود من دقيق الرز لحد لما العجينة تلم معانا، وبنعجن بإيدينا، وممكن كمان تضطروا تستعملوا الهون علشان تنعموا اللحمة من غير ما تزودوا مية ولا تحطوها في الخلاط تاني. بعد ما تفرموا الكفتة كويس بتبقى محتاجة ان هي ترتاح، يعني غطوها ودخلوها التلاجة قد ساعة ساعتين، اوقات كمان بسيبها لتاني يوم. كل ما تقعد في التلاجة كده بترتاح تبقى عاملة زي الصلصال، تقدروا تشكلوها بمنتهى السهولة من غير ما تلزق في ايديكم. تقدروا تشكلوا عجينة الكفتة على طول، بس أنا بفضل لو نريحها شوية في التلاجة بيكون تشكيلها أسهل. بمسح إيدي كده بشوية زيت وأخد العجينة كده أضغطها بإيدي علشان تبقى مساماتها مقفولة، وأكورها بقى تعملوها كورة أو صوابع زي ما تحبوا. إحنا دايما متعودين إن إحنا بنعمل صوابع وكور في الحجم اللي انتوا شايفينه كده. حجم الكفتة بقى كبير ولا صغير دي حاجة ترجع لذوقكم، بس نحط في الاعتبار ان هي بتقصر سنة وبتنفش شوية كده بعد التحمير. فأنسب حجم بالنسبة لي يعني اللي هو قد معلقة كبيرة كده من العجينة. لما باجي أشكلها صوابع ممكن بين ايديا أو على كاونتر أو على الترابيزة أدحرجها كده، بتاخد شكل منتظم أحسن، يعني تبقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده مسطرة كلهم قد بعض. ممكن في المرحلة دي تفرزوا الكفتة وتخرجوها وقت ما تحتاجوا بتكون جاهزة على التحمير. بنحطها في اطباق للفريزر ما بين كل طبق الكفتة والتانية كيس بلاستيك، او ان احنا بنحط الصينية كده زي ما هي في الفريزر وبعد ما بتجمد بنعبيهم في اكياس. الكفتة بتتحمر في زيت غزير وساخن، بحب احط معلقة او اتنين كبيرة كده من السمنة البلدي بتدي طعم وريحة حلوة قوي للكفتة. علشان ما نستعملش كمية زيت كبيرة اقلوا في حاجة صغيرة، هي صحيح هتاخد منكم وقت بس هتوفروا في كمية الزيت. علشان اتأكد ان درجة حرارة الزيت مناسبة، لو حطينا خلة كده بتعمل فقاقيع ساعتها بقى هنزل الكفتة، بس حاولوا تكونوا سريعين كده علشان كلهم ياخدوا لون واحد في نفس الوقت. النار عالية لحد لما بحط الكفتة، بعد كده ههدي النار علشان ما يتحرقش، يعني تاخد وقتها في التحمير. كل وقت والتاني كده نفضل نقلب الكفتة ونحركها علشان كلهم ياخدوا تسوية واحدة. بحب الكفتة تبقى لونها ذهبي غامق كده وجميل. بصوا هي دي درجة اللون اللي أنا عايزة أوصلها بالظبط. بعد كده هحطها في مصفى علشان تتصفى أو تحطوهم على مناديل للمطبخ. أنا عادة بحمر كل مقدار الكفتة اللي أنا عاملاه واستنى عليها تبرد خالص، وبعد كده بقسمها في أكياس على حسب ما أنا محتاجة بخرجها على طول للطبخ. ودلوقتي هنعمل الصلصة أو تسبيكة الكفتة. في حلة على نار متوسطة هحط معلقة كبيرة مليانة من السمنة البلدي ومعلقتين كبار من الزيت. أول ما يسخنوا هنزل عليهم بصلاية متوسطة كده مبشورة ناعم. هقلبها كده شوية وبعدين ههدي النار خالص علشان أنا عايزة البصلة تتقلب براحتها وتدبل كده من غير ما تتحرق. رشة ملح بتساعد كده إن البصلة تدبل أسرع، وكمان بغطي الحلة كل وقت والتاني علشان البخار يساعد إن البصلة ما تتحرقش. ده اللون اللي أنا عايزة أوصله ذهبي ولونه جميل جدا. هحط حوالي 3 فصوص صغيرة كده من التوم، يعني حوالي نص معلقة صغيرة. أنا ما بحبش أكتر التوم في تسبيكة الكفتة.
بعد كده هازوّد معلقة ونُص كبيرة من معجون الطماطم أو صلصة الطماطم، ونقلّيهم شوية لحد لمّا تلاقوا كده لون الطماطم بدأ ينزل في المادة الدهنية، ده بيفرق أوي في الطعم وفي الريحة. بعد كده هازوّد تقريبًا يعني نُص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود أو تزوّدوها لمعلقة صغيرة، عمومًا يعني الفلفل الأسود بيبقى طعمه حلو أوي في التسبيكة. ممكن كمان تزوّدوا شوية صغيرة من الكزبرة الناشفة أو الكمون، بس أنا ما باضيفش غير الفلفل الأسود. وزوّدت كمان كوباية ونُص من عصير الطماطم، وعليهم يعني حوالي برضه نُص كوباية من المَيّة، وهاسيب الصلصة تتسبِّك شوية على النار. لو هتعملوا الكفتة مع بطاطس بنضيفها في المرحلة دي، دول تقريبًا 4 بطاطسات متوسطين قطّعتهم بالحجم ده كده، وهازوّد عليهم شوربة أو مرقة يعني تكون مرقة حلوة كده غنية بالحجم اللي أنتم شايفينه ده، يعني فوق مستوى البطاطس بشوية، وهاسيبها تغلي غلوتين. طبعًا رشة صغيرة من الكربوناتو أو البيكنج صودا بتعادل من حموضة الطماطم، ومعاها زوّدت كمان يعني قد ربع معلقة صغيرة من السكر. ما تزودوش الكربونات وهي رشة صغيرة خالص زي ما انتوا شفتوا كده بتعمل فوران، ده معناه انها بتعادل جزء من الحموضة. خليت البطاطس تغلي شوية يعني قد 5 دقايق وبعد كده هزود عليهم الكفتة. دول تقريبا نص مقدار الكفتة اللي انا كنت عاملاه والباقي شيلته في الفريزر. هسيبهم بقى كده يغلوا مع بعض لحد لما البطاطس تستوي والكفتة كده تبدأ تتشرب من الصلصة، يعني في حدود ربع أو تلت ساعة. يعني مش هنغلي الكفتة كتير قوي على النار، هي بس يدوب تتشرب كده من الصلصة. ممكن طريقة تانية للتقديم ان احنا بنغلي الكفتة مع البطاطس غلوتين بس، وبعد كده ننقلهم في صينية للفرن، ممكن كمان قرن شطة كده حلو في النص، وبتدخل في فرن متوسط الحرارة يعني تقريبا 180 على الرف الأوسط، وبتقعد في الفرن نص ساعة أو ساعة إلا ربع، وفي الآخر كده نحطها تحت الشواية تاخد لون جميل. بصوا شايفين جمالها، طعمها كمان كان في منتهى الجمال. انا بغريكوا اهو وبشجعكوا علشان كلكوا تقوموا تعملوا كفتة رز، قدموها بقى مع شوية رز بشعرية او رز حباية وحباية، تجنن في منتهى الجمال. دي كل حاجة تخص كفتة الرز، اتمنى انها تكون عجبتكم. اشوفكوا على خير، سلام عليكم.